السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض البوريك بالجبنه. عايزه اقول لكم ان انا رحت اشتري بوريك من الفرن، لقيته طعمه مش حلو خالص وغالي جدا. هنعمله النهارده بطريقه حلوه قوي زي ما انتم شايفين الشكل كده، ومكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. بس في البدايه نحط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. احنا معانا كيلو دقيق، جمال استخدامات اي نوع دقيق. هحط بقى الكيلو الدقيق. معانا كيسين خميرة فورية. تمام. معانا 4 معالق سكر بالشكل ده كده، معلقة كبيرة من بتاعة الأكل. معانا 4 معالق حليب بودر. تمام كده. ومعلقة ملح صغيرة. دي المكونات الجافة بتاعتنا، نخلطها كلها كده مع بعض. تمام. واجيب بقى زبديتين من اللي هي ايه، اي نوع زبادي. تحط زبديتين. تمام كده. عايزة تقسمي المقادير دي للنص اقسميها. هنحط معلقتين صلصة وبيضتين بالشكل ده كده. وهحط كوباية ونص مية. تمام كده. هحط نص كوباية زيت، زيت بس يكون نوعيته حلوة. تمام. ومعلقة خل. بس كده المكونات بتاعتي وعجنتها كويس قوي زي ما انتوا شايفين، والعجينة بتاعتي بتكون بتلزق سنة. تمام. هسيبها بقى كده تخمر في مكان دافي. بعد ما سبناها خمرت بالشكل ده كده، عايزه اقول لكم العجينه ريحتها وملمسها فظيع زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هبتدي بقى اقسم العجينه بتاعتي نصين كده بالشكل ده كده، والنص اللي انا هسيبه هغطيه عشان ايه؟ وش العجينه ما يقشرش وينشف. تمام كده. ابتدي افرد النص اللي انا خدته بالشكل ده كده. طريقة حلوة قوي، بس لسه الناس اللايك احط اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس، واكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. تمام كده. هنفرد بقى العجينة بأي شكل، طولي كده، مستطيلة، مربعة، مدورة، المهم ان انتي تقطعيها بكوباية كده زي ما انتوا شايفين عشان تبقى المقاسات كلها واحدة. وسمك العجينة يكون 1 سنتي. تمام كده. طريقة سهلة جدا ونضيف، وطعمه بقى مش قادرة اقول لكم، وريحته في البيت بقى واثناء الشتاء كده بيبقى جميل جدا، وبالجبنة بقى بيغنيكي بقى في الفطار وفي العشاء بيبقى حلو. هشيل بقى كده الزوايد بتاعة العجينة بعد ما قطعتها، وهستعملها تاني بس هحطها برضو واغطيها عشان ما تنشفش مني. تمام كده. اجيب بقى الجبنة بتاعتي تكون جبنة براميلي، تكون مش طرية عشان ما تسحش منك بالشكل كده، واقفل بالعجينة كده. تمام كده. اقفل كويس طبعا عشان ايه؟ في الفرن البوريك بتاعنا ما يفتحش. اهو زي ما انتوا شايفين. نعمل واحدة تاني ونشوف الطريقة. اهو. تمام كده زي الفل. بالظبط كده. بعد ما هخلص البوريك بتاعي التشكيل بتاعه، هحط صفار بيضة مع معلقة زبادي مع كيس فانيليا، واضربهم مع بعض، واسيب البوريك بتاعي يخمر مرة تانية. تمام. وبعدين بقى ادهنه بالخلطة اللي انا قلت لكم عليها دي من على الوش كده. وبعدين احط بقى كده حبة البركة، سمسم، اللي ايه اللي تفضليه. تمام. بس انا ايه فضلت احط حبة البركة عشان يبقى زي بتاع الافران بالظبط، لو ان ده احسن من بتاع الافران بمراحل. جربيه بالطريقة دي وقوليلي رأيك ايه في الكومنتات، وبتعمليه ازاي.
ولو اول مرة هتعمليه هتنجحي فيه. تمام اهو. الصاج التاني بقى كده دهنته بالشكل ده كده، كده زي الفل. خلاص كده لما البوريك بتاعنا يخمر للمرة التانية هيكون الفرن بتاعنا سخن. احطه في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. تمام كده، ويطلع معانا بالشكل ده كده. ايه رأيكم بقى في الشكل؟ يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. متنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اسيبكم في رعاية الله، احلى واغلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.